شنو الغايه من كتابتك للشعر؟ والله ابو الاكبر، يعني حقيقه اني بكل حلقه ااكد مو من باب يعني اكد من باب الحقيقه، هاي الحقيقه اللي موجوده بداخلي، اللي يعني مو من النوع اللي اداهنها ولا ابد. انا مو شاعر، انا حقيقه مو شاعر، يعني اني مو خطي هذا ولا لوني هذا. انا رجل عندي مهام كثيره، عندي لربما مواهب اخرى اكثر من الشعر. الشعر اجاني صدفه وتعزز عندي من شفت اهلي يتعاركون ويتذابحون بيناتهم، ما اعرف ايش، وما اقدر احاجزهم. يعني مشكله شلون يتحاجزون دولة؟ هل تقدر عليه؟ يعني من راى منكم منكرا فليغيره بيده، ما ممكن. زين، الله يا عمر، بلسانه على الله اقل يا تقدير. عمر، الله يحفظك. الله يا ابو مصطفى، الله يسلمك ابو الاكبر. الله يا ابو مصطفى، هذا الجواب المو سطحي. اي والله العظيم هذا من شفت المقصد. اهلي يتعاركون، والله شفت اهلي يتعاركون، والله بيناتهم اهلي يتعاركون، وفعلا مات من اهلي من ذولا ومات من اهلي من ذولا، صله رحم الطرفين، صله رحم. اي انا خوالي منا وعمامي منا. زين يتذابحون، انا شو اسوي مثلا؟ انا مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه وللعلم انه شفت اكو بوادر، يعني بوادر هل تقدر عليه؟ يعني لا تقول انا اكو نتائج. طبعا اكيد اكو نتائج، عفوا اكو نتائج، والنتائج ملموسه. انت اليوم اذا قدرت تنقذ لك دمعه كافي، هذا واجبي. يعني انا مو بالضروره انقذ بلد، يعني انا اذا انقذت لي حاله انا احاول طبعا، ومحاولاتنا هي يم الله لها حسابها. طالما نقدر ناثر، لطالما نقدر ناثر خلينا نسوي اللي علينا، لانه هذه والله العظيم مسؤوليه كبيره، مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. انطاك صوت، لو تكون قارئ قران، لو تكون مطرب، خلي بحسابك. انطاك صوت، انطاك شعر، لو تقرا بالرساله الحقيقيه، لو تكتب اغنيه. هسه يسوي لي مشكله هالاغنيه. زين، كل شيء ينطيك اياه هو فتنه، المال فتنه، الجمال فتنه، الشعر فتنه، كل شيء فتنه، فانت شلون تقدر توجهها؟ فهذا تابع لك.